تترقب الجماهير المغربية واحدة من أشرس مواجهات البطولة الوطنية مساء الأربعاء 17 من شتنبر الجاري، حين يستقبل الرجاء الرياضي غريمه الجيش الملكي على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في كلاسيكو يوصف دائما بالمباراة التي تتجاوز حدود النقاط الثلاث. انطلاقة اللقاء ستكون في 8 ليلا، غير أن الأجواء الحماسية بدأت منذ أيام، مع حديث متواصل عن جاهزية اللاعبين وتوقعات التكتيك والسيناريوهات الممكنة. الجيش الملكي يدخل المواجهة بروح عالية عبر عنها مدربه في تصريحاته الأخيرة، حيث شدد على أن فريقه يطمح للانتصار ولا يعرف سوى خوض كل مباراة بعقلية الفوز. هذه العقلية تتقاطع مع رغبة كبيرة لدى العائد من الأهلي المصري رضا سليم، الذي يصر على تقديم أداء مميز في الكلاسيكو بحكم غيرته على ألوان الفريق العسكري، ورغبته في أن تكون عودته إلى البطولة المغربية قوية وصاخبة. ومع ذلك فقد تلقى الجيش ضربة موجعة بعد تأكد غياب عبد الفتاح حدراف، الذي خضع لعملية جراحية ستبعده لفترة لا تقل عن 8 أسابيع، وهو ما قد يربك حسابات المدرب ويؤثر على التوازن الدفاعي للفريق. في الجهة الأخرى يستقبل الرجاء خصمه التقليدي بمعنويات جيدة بعد فوزه في الجولة الأولى على الفتح الرباطي، غير أن المدرب التونسي لسعد الشابي بدا عازما على إدخال تغييرات مهمة على تشكيلته، إذ يتجه إلى الاعتماد على الشرايبي بدلا من أوركوما الذي ظهر بمستوى ضعيف في اللقاء السابق، مع منح فرصة أساسية للاعب ابن الشيخ مكان المعموري لزيادة الحيوية والفاعلية الهجومية. إلى جانب ذلك يثار جدل جماهيري واسع بعد تداول أخبار عن احتمال مقاطعة ألتراس الرجاء لهذه القمة لأسباب غير معلنة، وهو ما قد يفقد الفريق الأخضر جزءا من دفعة الدعم المعتادة في مثل هذه المناسبات. من الناحية التكتيكية ينتظر أن يبدأ الرجاء اللقاء بضغط هجومي مبكر، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور عبر الاعتماد على الأطراف والتمريرات القصيرة المتسارعة لكسر تماسك دفاع الجيش. وفي المقابل قد يفضل الفريق العسكري الدخول بحذر مع إغلاق المنافذ الخلفية والاعتماد على الارتدادات السريعة والكرات الثابتة التي لطالما شكلت سلاحا فعالا له في المباريات الكبرى. أي خطأ دفاعي أو هفوة فردية قد تكون كافية لترجيح الكفة، وهو ما يجعل التركيز والانضباط مفتاحا رئيسيا للانتصار. الأهمية لا تقتصر على الجانب التاريخي أو الرمزي، بل تمتد إلى سباق الصدارة، إذ أن نهضة بركان يبدو منافسا شرسا على اللقب منذ البداية، فيما يظل الوداد الرياضي حاضرا كمطارد خطير. لذلك أي تعادل في هذه القمة مع فوز المنافسين قد يفقد الرجاء والجيش موقعهما في القمة منذ الجولة الثانية، وهو ما يزيد من الضغط على الطرفين لتحقيق الفوز بأي ثمن. كل هذه المعطيات تجعل الكلاسيكو المقبل مواجهة متفجرة لا مكان فيها للمجاملات أو الحسابات الصغيرة، إنها مباراة تفاصيل وحظوظ، جماهير تنتظر وأعصاب مشدودة حتى صافرة النهاية. فمن ينجح في حسم القمة؟ هل يفرض الرجاء سيطرته في الدار البيضاء، أم يخطف الجيش الملكي فوزا ثمينا يؤكد به طموحه الكبير هذا الموسم؟